وأكرر ما ذكرناه إن أي شخص تسحب منه الجنسية الكويتية يعود من حيث الأصل إلى جنسيته السابقة متى كانت قائمة وقابلة للاسترداد وفقا لقوانين الدولة المعنية. وفي الحالات التي يتعذر فيها استرداد تلك الجنسية بصورة مباشرة تعمل الجهات المختصة للدولة على التواصل والتنسيق والوساطة مع البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للدولة التي يحمل الشخص جنسيته الأصلية أو التي يحتمل تمتعه بجنسيتها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع جنسيته الأصلية. وفي حال تعذر التوصل إلى حل من خلال تلك القنوات فإن الدولة عبر مؤسساتها كل في اختصاصه يواصل تقديم الخدمات الأساسية لمن سحبت منه الجنسية من تعليم وصحة وغيرها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية تكفل تنظيم الوضع القانوني للشخص بما يراعى التشريعات الوطنية والاعتبارات الإنسانية ذات الصلة، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات تطبيق القانون والمحافظة على الحقوق الأساسية للأفراد. السيد الخبير، تبذل دولة الكويت كعادتها جهودا مستمرة بالتواصل مع الدول المعنية لضمان عودة من سحبت جنسيته إلى جنسيته السابقة أو الحصول على جنسية جديدة، وتستعد الدولة جاهدة على أن لا يكون هناك أي شخص لا يتمتع بالخدمات الأساسية من تعليم وصحة وغيرها، وأن تكون مستمرة ممن سحبت منهم الجنسية لحين تمكنه من تعديل وضعه. بالنسبة للاستفسار الآخر